بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ خليني أوضح لك إحنا بنعمل إيه. ده تمرين عملي لإدارة النفس من خلال نظام قرآني واضح. إحنا بناخد أمر واحد من أوامر رب العالمين ونحوله لسلوك بسيط ونكرره يوم ورا يوم لحد ما يبقى عادة والقلب حاضر فيها، مش مجرد حركة. تمارين يومية وتنفيذ من غير ضغط. جرب وشوف بنفسك لما تطبق الأمر الإحساس بيبقى عامل إزاي. ولو دي أول مرة تسمع السلسلة ارجع لمقدمة البرنامج في الحلقة الأولى. خليك صريح مع نفسك، بتحس إنك على طول مستعجل؟ مش بس في المواعيد، في الرد، في القرار، في النتيجة. حاسس دايما إن في حاجة لازم تحصل دلوقتي حتى لو مفيش سبب واضح؟ الاستعجال مش بس تسرع في التصرفات، ده إحساس جوه النفس بيظهر لما الإنسان يتعود ما يستناش، ما يهديش، على طول عايز يلحق. ومع التعود على الاستعجال النفس بتتخنق لو أي حاجة طولت، فتبدأ تجري وتستعجل علشان تهرب من القلق ومن التوتر. وده مش لأنك غلط ولا لأنك ضعيف، دي طبيعة في النفس البشرية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول خلق الإنسان من عجل. الآية دي نزلت في سياق معين وده معروف، لكن القرآن مش بيحكي مواقف وخلاص. القرآن بيلفت انتباه الإنسان لطبيعة جواه، مش كتصرف بس، لكن كإحساس داخلي بيظهر لما الإنسان ما يعرفش يستنى. وبعد ما اللفتة حصلت يجي التوجيه بهدوء في نفس الآية: فلا تستعجلون. يعني خد بالك، مش كل إحساس لازم تمشي وراه. الاستعجال هو حالة بتطلع لما النفس تحس إن اللحظة تقيلة عليها. فالقرآن مش جاي يلومك ولا يطلب منك تغيير طبيعتك، هو بس بيوقفك لحظة ويعلمك إزاي تهدي السرعة. الاستعجال مش سرعة في الحركة، الاستعجال إنك تفضل بتتحرك علشان تلحق. والمطلوب هنا هو الوعي باللحظة اللي الاستعجال بيظهر فيها. التمرين ده مهم لأن الاستعجال بيخلي القرارات تطلع غلط وبيزود التوتر وبيخلي كل حاجة بلا معنى بصراحة. والتمرين بسيط جدا. أول مرة تحس إنك مستعجل ما تغيرش اللي بتعمله، بس وقف ثانية وافتكر: واصبر وما صبرك إلا بالله. وبعدين كمل اللي بتعمله بس بحضور وتركيز، وده أكيد هيطلعك من حالة الاستعجال بكل سلاسة. وفي آخر اليوم ارجع للفورم الخاص بالتمرين عشان تلاحظ التكرار بهدوء لحد ما العادة تثبت. استخدم نفس الفورم كل يوم. هتلاقي لينك التحميل في البايو، ولو بتتفرج من يوتيوب اللينك موجود في الوصف. وانت بتتابع التمرين اسأل نفسك: هو انا كنت مستعجل النهاردة؟ طب هل انجزت وانا مستعجل، ولا كنت محتاج اتعامل بهدوء وتركيز؟ الاستعجال جزء من طبيعة الانسان، والقرآن مش جاي يغير لك الطبيعة، جاي يظبطها. والصبر مش معناه انك تشد على نفسك، الصبر انك تتحرك بهدوء وانت مركز ومتوكل على الله. خطوة صغيرة وآية واحدة مع تكرار هادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.